سلم أحباب القلب. مرحبا. علي عمي. حضرتك سيد محمد؟ ذاته. في لك معنا رسالة. رسالة. تفضل. زيد فضلك لأكابر. بس من بعد إذنك وقعنا على استلام الرسالة. شو علي عمي؟ ايه يسلموا. الله يسلمك. ولو واجبنا يا أخي. مشكور عمي، على راسي. أهلا وسهلا. اعذرني يا محمد، لو ما قررتش انك هتسكن معايا بسرعة هنا في مصر انا مش هقدر اجي معاك صريح. ما انت عارف ان امي وابويا كبار في السن ومش هقدر اسيبهم لوحديهم كده. ارجوك يا محمد لازم تاخد قرارك بسرعة. ميرف حبيبتك وبتحبك قوي. ومن ساعتها لهلا يا خانم ما بتتخيلي قديش تغيرت احوال جوزي رشدي، ما بشيل ايده عن رجله الا بدعيلك، ربي ينفذك من همك وغمك يا حق. والله هو معه حق، لانه البيت بلا اولاد مثل البستان بلا شجر. اي والله ما بيسعير، بس يا خانم يعني عدم مؤاخذة طلعت لنا مشكلة بعد رجعته من بيروت. شو هي؟ ما تواخذيني بهالكلمة، يعني ما تفهميني غلط، بس ما معه حق الأدوية يلي وصف له إياها الدكتور تبع بيروت. هي بسيطة مو مشكلة، قد ما بدكم مصاري فيه. الله يخلي لنا يعني. سفينة، وينك يا سفينة؟ شوفي. مساء الخير يا خانم. أهلين. في ضيوف جايين عن جنابك. مين هني؟ جماعتك، عدلي وحلمي. روحوا فوتوا. ايه بتأمري؟ حاضر. يا أهل البيت. حجنوفر. يا أهل الدار. يا هلا ورحب، تفضل. مساء الخير يا أختي. مساك الله بالخير. السلام عليكم. اللي فهمناه من الجيران إنه هذا بيت الحاج نوفل. وصلت، حياك الله. الله يخليكي، موجود الحاج؟ ايه بالله موجود. يوبا. علامة يا بنيتي. جانا ضيوف يوبا. حياهم الله، من هم الضيوف بنيتي؟ والله ما ادري يوبا. شرف يا حج. يلا. الله 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 حج ابو خالد. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. الله يخليك يا رب. يا هلا من مشيت لما لفيت يا طويل العمر. تسلم تسلم. حياك تسلم الله حياك الله. تفضلوا. شرفوا عمي شرفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. يسعد مساك. يا هلا يا هلا يا هلا. حياك الله. تفضل تفضل تفضل. بنعرفك على صديقنا سرور. لانه ضيعة انت؟ عين شميز. يا هلا يا هلا ورحمة الله. يا هلا بك يا حاج. اهلين. بنيتي هاي يوبا. تهيئي واذبحي للضيوف يا بنيتي. عيوني يا ميت هلا وسهلا. تسلمي. يا هلا يا هلا. يعلم الله ان فرحتي ما تسعها الارض كلها لانك نفدت من جماعه السوء اللي اختطفونك. يا هلا. الله يبارك فيك يا حاج نوفل، الله يبارك فيك. حياك الله حياك الله ابو طالب. احكي لي بالعجل شنو اللي صار معك ولا تنقص ولا حرف. عجبك يا اخ سرور؟ مو لناخذ نفس يا حاج نوفل؟ احكي لي وبعدين تاخذ نفس. حاضر يا حج، رح احكي لك اياها من طقطق. السلام عليكم. شرفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تركينا لحالنا سكين. ايه بأمرك. بشرب.
الله وكيلك بمليون زول وصلنا معاه ل 1500 ذهبية. مو مشكلة، أنا اللي بيهمني النتائج. ليكو حلمي سمع الحديث كله. شو حلمي؟ على قول نادية خانو، على هالمبلغ وقت قصير رح تكوني بريئة من كل شايبة بعون الباري. أكيد. ولو يا خانو اسألي عدلي. تأكدتوا من كلام نادية يا عدلي؟ 100%. بس احنا جايين نتأكد منك هلا. شو بدكم تتأكدوا مني؟ أول مرة شفناكي فيها قلتي لنا طلعوني من هون واطلبوا وتمنوا. وأنا عد كلامي. شوف يا حلمي، شوف شو بدك من خانو اطلب. من بعد إذنك يا خانو، أنا بطلب من الله ومن ثم جنابك مال كاني. شو؟ مال كاني. أنت شو عم تحكي؟ واضحة يا خانو، مال كاني من مال كانات جنابك. أنت عرفان شو عم تحكي؟ ومن كل أعلي يا خانو. بس هيك كتير. مو أكتر من براءتك. ومع هيك كتير. ولو يا خانو الطلب على قدر المطلوب، وحدة بمقام جنابك لازم نطلب منها شيء اللي بمقامها وقدرها. ماشي. شرفي بصمي على هالشيء يا خانو. شو مالك واثق فيني؟ كل الثقة يا خانو، كل الثقة، بس مشان الحلال والحرام. وعرفان تنقي كمان. تربايتك يا خانو. وغير ما كانت كيوان ما بيمشي الحال. يعني كيوان من ألطف فساتين الشام وهواها عليه. بسيطة. مشكورة يا خانو، وأنا ما رح أنسى لك هالمعروف طول حياتي. ما بتضيع فيك يا حلمي. وانت مانك مجهز شي صك مالكانة ولا بيوت ولا دكانة؟ لا يا خانو، أنا مو تبع مالكانات ودكاكين. نورنا. أنا بدي إياكي أنت. شو؟ على سنة الله ورسوله. خراس يا كلب. لا، بعرف كلامك كلام رجال. أنت قلتي اطلبوا وتمنوا. بس مو لدرجة انك تتطاول على اسيادك يا قليل الادب. كانوا أسيادي، أما هلا اختلف الموضوع. اطلع لبرا. أنا رح أطلع، بس رح تندمي. عم اقول لك اطلع لبرا. ماشي. السلام عليكم. كان لازم تطولي بالك علي يا خانو. انت شو عم تحكي؟ جنيت؟ بدك ياني انا اتجوز واحد كان خدام عنا؟ انا بنت الحسب والنسب؟ بعرف هالشي يا خانو، بس كان لازم تسايريه على القليلة بس لأنه لأنه شو احكي؟ يا خانو عدلي راح يفتح عليك ابواب انت بغنى عنها، لانه دايب بهواكي من زمان مثل ما فهمت. دايب ولا تلفان؟ انا ما ممكن ارضى بهيك واحد حقير تافه. انا بنت المحتسب. انا نبهتك لانه بكل صراحه رح يفتح قضيه جوده اغا. شو؟ يا خانو الحب بيعمل اكثر من هيك. لك انو حب وانو بطيخ اللي عم تحكي عنه. يا خانو انا حابب انصحك شنو عدلي راح وقابل مدير المصاح وراح يطالع جودة آغا بأقرب وقت ممكن. كمان؟ لكن شو عم نحكي يا خانو؟ ولا ما بتعرفي الحب شو بيعمل؟ خلص حاجتك حكي فاضي، أنو حب وأنو علاك هاد؟ يا خانو عدلي مستعد يموت مشانك، وأنا بنصحك تسايري قبل ما يطالع جودة آغا من المصاح. ولمعلومك إذا طلع جودة آغا أنت بتعرفي شو ممكن يعمل. ناديله لهالحيوان. لعيونك يا خانو. عم تستغلوا وضعي وضعفي. شو علي؟ كل شيء واضح.
بشر بالصرماي. فهمني شو قالت لك؟ جبت اجلها بسيره جوده اغا وقالت لي مشان نادي لك على الحاره. ابرني ربك. يا جماعة يا جماعة لهلا ما كانوا يعرفوا أراضي الزعيم أبو طالب وين، والمشكلة الكبيرة نحن الجماهير ما عم يحطونا بآخر الأحداث والتطورات. لك يا بني اللي خلقك أبو لما، يا بني اللي خلق، لك عم تحكي درار، عم تحكي درار. أشهد بالله أنك عم تحكي درار. وغياب أبو طالب نساهم مشاكل الحارة والرعية يا أخي. لك يقربرني ربك شلون بتنقطع على الطاير يا أبو لمعي. يعني لا عم يرحمونا ولا عم يخلوا رحمة الله تنزل علينا. الله لا يرحمون يا رب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. باشروا يا شباب. بسم الله. تفضلوا عمي تفضلوا. اللهم أدم لنا هذه النعمة واحفظها من الزوال. آمين. آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. أكلنا من خيرك لا تعيزنا لغيرك. آمين يا رب. صحتين أبو شاكر صحتين. أكل بنومس شي حلو شي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. أنا عم فتفتهم مشان أسناني. ازدهار؟ والله خايفة أخوك يصير يتصور ويتجوز علي. لك لا أيوه أنت الثانية شو هالحكي؟ ما بيعملها أخي أعوذ بالله، إيه والله عنده ياكي بالدنيا كلياتها على قطاطك. مبسوط هيك؟ طاير عني. بس أنا عندي شرط. على موتي. بدي إياك أنت وحلمي تخلصوني من جودة بأسرع وقت. ايه؟ لعيونك. والشيء الثاني والأهم، ولادي بدي إياكم تدوروا لي عليهم تلاقوا. ولو ما انت علينا. اليوم بتروحوا على مقبرة العائلة وبتشيلوا أي شاهدة من أي قبر وبتحطوا على القبر شاهدة عليها اسمي وتاريخ الوفاة يوم وصولي على الشام. بعيد الشر عنك، بس ما فهمت عليكي ليش. ما في داعي تفهم. بس يعني ما في داعي لكتر الحكي. الله معكم. صار يا خالو. السلام عليكم. طابخينا وعاجنينا سوا يا أولاد الحرام. إيه شو عليه؟ بس لأطلع من السجن إلي كلام تاني معكن يا كلاب. يا ابن الحلال، اللي صار معك ما يصير غير بالسير والحكاوي والقصص. اي والله هذا نصيبي، شو بدنا نسوي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لذلك يا حج بعد ما خف جرحي لازم ارجع لاهلي وناسي. قلت له للاخ سرور دخيل عينك بدي اوصل لعند الحج نوفل وبدي اطمن عليك واتبارك فيك. حياك الله وحسنا فعلت يا طويل العمر. الله يبارك فيك. الله حياك يبارك الله. فيك. حياك الله الله. يبارك فيك. تفضلوا تفضلوا. الله يخليك يا رب. اريد اسالك اخوي ابو طالب. تفضل يا حج. انت للحين ما عرفت من هو ورا خطيفتك وشنو غايتهم؟ والله ما بعرف يا حج، بس لازم اعرف. هو انت لك خصوم بحيكم اخوي ابو طالب؟ ابدا يا حج نوفل. يصير؟ هو يصير ولا ما يصير، انا ما عندي عداوات، بس لازم اعرف مين هن. طيب وبعد اخوي ابو طالب؟ والله يا حج نوفل لازم اعرف مين اللي ورا خطيفتي ومين ورا هالذل اللي نزليته، بعدين الي كلام تاني. طيب كيف وانت بطريقك للشام وخصوبك هنيه؟ هلا احتمال كبير يا حج يكون اعدائي من الشام وبعتين شله الزعران يخطفوني عن طريق القدس الشريف ويجيبوني لهون على عين شميس بلد الاخ. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا هلا ورحب، يا هلا ورحب بعمنا بالمهلي بالمهلي يا اختي. يبا عمنا الشامي قرايب الشباب اللي زارونا. ايه يا بنيتي
مين هدول الشباب اللي عم تحكوا عنهم يا حاج؟ هذه قصة طويلة يا طويل العمر، ويوم تنتهي من الطعام راح أروي لك إياها. وغوشتوني يا حاج نوفل، مين؟ لا توغوش ولا على بالك يا طويل العمر، أكل طعامك أكل. طيب احكي وأنا عم باكل. ما هم جو من طرفكم يسألون عنك وراحوا من وقت قريب. شيء مين اللي اجى من طرفي؟ والله يا طويل العمر شاب اسمه محمد وشاب اسمه أحمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشو عرف هدول الشباب فيك يا حاج؟ ما هو يا ابن الحلال. حاصلوا يا جماعة، لازم نلتفت للبنات العازبات يلي بالحارة. يعني من جهة منأمن عليهم بالجواز، ومن جهة تانية منأمن عليهم بالخلفة. لكم ليه على سماء، لكم ليه على سماء، لكم ليه بتجيب هالافكار هاي؟ هات بوسه لك يا برني ربك على الافكار الحلوه. انا بقول فيها اجر واجره. ايه كلامك حلو بنومس علي الحلال. تسلم. وهالتدابير هي يلي عم نحكي عليها من مهمة العضوات. يا جماعه، نعم، نسيبي ابو لمعي بيعرف بكل حيثيات ومشاكل اهل الحاره. لك معلوم، لك علي الطربه، ابو لمعي ابن سياسي ابان عن جد. لا بضايل لي لا بضايل لي لا. اعوذ بالله. سياسه بسياسه. حلوة يا جماعة، البنات تبقى ببيوتها وما حدا يسأل عنه. باطل. لا والله يا جماعه، نسيبي ابو لمعي اذا العضوات نسيوا شغلهم هو بذكرهم، يعني بينكشهم نكش. احلى نكش. ابو لمعي يا ابو لمعي، ابو لمعي يا ابو لمعي، هو ابو لمعي يا ابو لمعي، ابو لمعي يا ابو لمعي، هو ممثلنا ابو لمعي، ومثلنا ابو لمعي، لك ومثلنا ابو لمعي، ومثلنا ابو لمعي. الله الله يا مفرج المصايب، الله يا مفرج المصايب. اضرب رصاص خلي رصاصك صايب، اضرب رصاص خلي رصاصك صايب. اضرب رصاص خلي رصاصك. الله يا مفرج المصايب، الله يا مفرج المصايب. اضرب رصاص خلي رصاصك صايب. في حدا هون؟ في حدا هون؟ ايوه. خير ان شاء الله شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين الشباب؟ نحن جماعة قاصدين الله وقاصدينك. خير إن شاء الله، مروا. ألك ولا الديب حجي؟ شوف يا هلا، الديب أسرع، بس لو بيطلع بإيدي خسى الديب. طالما هيك امسك من إيدي. قبل ما أمسك فهمني شو الرواية لك عمي؟ شغلتنا بسيطة يا حجي، تبديل شاهدة قبر، اسم باسم. ما فهمت. واضحة مثل عين الشمس يا حجي، شيل اسم عن شاهدة قبر وحط الاسم الثاني، صلى الله وبارك. ليش كل هالشي؟ شو السبب؟ بدون ما تعرف يا حجي، ومقابل هالشي 3 ليرات ذهبية، ولا من شاف ولا من دري. طيب هالاسم الجديد مرتحم ولا عايش؟ أكيد اثنيناتهم مرتحمين يا حجي. شو قلت حجي؟ طيب على المقابر مين عم تاكلك عمي؟ كثير بيهمك الموضوع؟ يعني بيت المحتسب. ماشي يا عمي. شرف حجي. معناها بكره الصباح بجي لعندك. صار عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله معكم. الله معكم شباب. ليش شاكة إنه لمعات لساتها عايشة؟ لك إحساسي عم بيقول لي إنها مالها ميتة. معقول يكذبوا علي إدارة السجن ويقولوا لي إنها انعدمت وما يكونوا عدموها؟
ليش ما قلتي لك اختي؟ مو جاي مينو؟ يا على قلبي عليكي، ليش مو جايكي نوم؟ حاسسني قلبي انه لمعات لساتها عايشة. شو هالحكي؟ مثل ما عمل لي. مو انتي رحتي بنفسك على دائرة السجن وقالوا لك انها انعدمت؟ بلا. ايه شو لكان؟ مدري ليش قلبي عم بيقول لي انه هي ورا خطيفة ابوكي. يا لك اختي، شو بتتخطفوا هي وميتة يعني؟ عم بقول لك شاكة انها ميتة يوه. طيب وشو لهم مصلحة يكذبوا عليكي؟ ما بعرف، والله ما بعرف. ما خلصتوا حكي انت وياها؟ مو جايين نوم. وانا كنت عم بتمشى بارض الديار مثل ما قال بتضايق من حسن. طيب امكم وخالاتكم ام صابر وام عبده وينهم؟ فاتوا ناموا هلا بغرفة امك. معناتها انا قايمه اعمل فنجان قهوه لانه شكلكم ما رح تخلوني اعرف نام. ايه شو علي؟ والله وغوشتيني لك مريم. عم قل لك ما في حدا له مصلحة بخطيفة ابوكي غير مراد ولمعاد. ايه مراد مات وشبع موت. مراد متأكدين من قصته، بس لمعاد مالنا متأكدين انه ماتت. طيب شلون بدنا نتأكد؟ عم فكر كيف. يلا جاي. صباح افندي، جايك بأحلى خبر يا مختار. خير ان شاء الله، هات لنشوف. هاد يا سيدي، هلا هون نحكي على الباب، شرف نحكي جوا. لا ما في داعي، لاني انا من بعد المغرب صار لي بالشعب الثاني وتعبان كثير، رايد ريح حالي شوي. الحاصل تفضل احكي. هاد يا سيدي، وصل خبر من شرطة لبنان للشعب الثاني انه ماسكين واحد على الحدود وشاكين فيه انه يكون من الجماعة يلي خطفوا ابو طالب. صلاة محمد. ولك ايه، وهي جيتي من عندهم من الشعب الثاني ومنهم سمعت الخبر. ايه المهم انه هلا شعبة المخابرات بلبنان عم يحققوا معه، وبس يعترف رح نعرف كل شيء على ابو طالب. لك لا، امتى ماسكينه لهذا الولد؟ اليوم بنهار. الله يسمع منك، نخلص من القصة بقى ونعرف وين اراضي ابو طالب. يطول بالك ابو راشد، طول بالك، ليكنا كلياتنا ما لنا قاعدين حتى نعرف وين اراضيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. معناتها وينها؟ انت بتضل مواظب بالشعب الثاني عند معارفك، خطوة بخطوة، الله يخلي لي اياك. ولو يا مختار، هذا واجبنا ولو. الشهادة لله، كلك واجب ومفهومية صباح افندي. يلا تصبح على خير. وانت ابن اهله، شو بدي اقول لك صباح افندي؟ بكره شو بصير معكم بالشعب الثاني تيجي بتخبرنا فورا، الله يخلي لي اياك. اكيد يا مختار، اكيد اطمن ولو. ايه والله ما عم صدق، قول انك عم تمزح يا حج. لا بله يا طويل العمر، ماني عم بمزح، وهذه بنيتي حليمة اسألها. ايه، وبعد اني وابوي حبينا الشباب كثير يا عمي ابو طالب. الله يعزك يا رب، الله يعزك. والله ما عم تدخل لمخي القصه. خلها تدخل اخوي ابو طالب، بهالايام يتصدق الما يتصدق. هو كركنا عليهم بعد بيبقوا عنا الوقت اطول. والله غريبه يا حاج نوفل، يعني كيف الشباب عرفوا بعلاقتي فيك وانا ما تعرفت عليك الا بزيارتي لبيت الله الحرام. يا طويل العمر، أنا كنت أقف بالصلاة وأدعي ربنا يرشد حد من معارف أبو طالب بالشام لأجل أخبرهم عن مصيرك وانطيهم الهدايا والفلوس. والله شغلة. المهم ما هو ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتي وخلى حد من معارفك يسمع دعوتي بالرؤية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخوي، الرجل صار عنده فضول يتوكد منه الحاج الطبراوي، وجاء لطبرية وسأل عني. يا سبحان الله. ويشهد الله يا عمي ابو طالب، تمنينا يبقوا عنا طول العمر من كثر حشمتهم واخلاقهم. الله يديمك ويعزك يا بنتي. بتحكي بأصلك. بتعرف يا حاج نوفل، يا ريت بيو عندكم كنت التقيت على الأقل فيهم وطمنت على الأهل. وش عليه عمي ابو طالب، يوم اللي ترجع على الشام جيبهم وياك وتعالوا لعنا. إن شاء الله إن شاء الله نتشرف. وما انت الله يا عمي ابو طالب.
بلغهم اثنينهم مش كنت حبيناه. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. اهلين بالحاج نوفل والله. ايه سيدي، هاي خلصنا من موضوع الشاهدة، امتى بدنا نخلص من جودة آغا؟ ليش من كل عقلك مفكر رح نقتله؟ ما فهمت. جودة أغا لازم يضل عايش مشان يضل وسيلة ضغط على لمعات إذا لعبت بديلها. ايوه. ولا تفكر نحن قد حركاتها للمعات؟ ليش ممكن تخلف بوعودها بعد ما بصمت لك عدلي؟ تخلف بوعودها؟ وحدة سرسرية حرامية ما بتخاف الله، بتقلي عهود؟ لكن ليش وعدت تدبر مقتل جودة آغا؟ عم كذب عليها. وبركي عرفت؟ شلون بدها تعرف وهي بالسجن؟ جودة لازم يضل عايش، ونلط منا اللي بنقدر نلطه. يخرب بيتك، مانك قليل بنوب. عم حاكيك أصلي، يعني عم حاكيك مازوط. إذا ما عملنا هيك نخسر كل شيء تعبنا مشانه. وهلا شو لازم نعمل؟ هلا لازم نبلش بإجراءات تطليعتها من السجن، ولما بتطلع لنا حكي تاني. بس دير بالك، إذا سألتك بتقلها إنه خلصنا منه. مشي. شرب. يلا يا شباب قبل ما يبرد الأكل. قمنا. شو جايب لنا معك بالروم؟ كباب. شو صار معك مشان اولاد الخانوم؟ لحد هلا ما في خبر شافي. وين وصلت؟ صفي علي باب توما وباب شرقي. بدك تخف ايدك شوي ها، لانه انا شغلات اهم من هيك. يلا مدوا ايديكم يلا. مرحبا. مرحبا يعطيك العافية. اهلين الله يعافيكي. الله يخليك من بعد إذنك، بس إذا بدلنا على مقابر بيت المحتسب. ايه تكرموا. هي مقابر بيت المحتسب، والاسماء مكتوبة على الشواهد، كل صاحب قبر بيته. يسلموا شكرا. اهلا وسهلا شرفت. ليكو مريم. اي والله مزبوط، مكتوب الاسم. شفتي؟ قلت لك إدارة السجن مو من مصلحتها تكذب علينا. معك حق، بس انتي ما قلتي لي، شو بدك بالقاس؟ مشان ما يشكل حارس بجيدنا، خلص اتركي من ايدك القاس وخلينا نمشي. شكرا، يعطيك العافية. اهلا وسهلا اهلين. يسعد صباحك ابو زكي. بيت صباح عمي يا ابن معين. الخلطة جاهزة؟ لا أنا وعدتك وما بخلف وعدي. لك يقبلني ربك شو فيك؟ إيه هاتها. شبك شوف هالتحفة فريدة. قديش رح انزل عليها هي؟ مثل ما اتفقنا 20 كيلو. هي كل يوم كاسة الصبح حريق. لك يقبلني ربك. سؤال ابو زكي، رح اقول لك على شغله، بس إذا حدا بيدرى بدي يزعل منه. سرك كبير ما له قرار. في عندك شيء لهالشغله؟ طلبك عندي. لك يقبلني ربك شو؟ هي الخلطة دهن الصبح ودهن المساء، خي ضرب شغل بتصير شاورما فتل جزة البقدونس. لك الله لا يحرمني اياك، مرني. خليها ما بيناتنا. اخي انا هيك بحب شنديك. معوضين سيدي. ايوه